السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا النهاردة بقى جايلكم بطريقة سمك، يعني وصفة للسمك عسل 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 من الاخر، يعني بجد روعة وخفيفة وموفرة في الزيت ولصحتك 10 على 10، يعني من الاخر. يلا نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى مش هنقلي ولا هنشوي وندخن الدنيا ولا الكلام ده كله، بس في نفس الوقت هنعمل والله يعني شوية سمك أو سمك، هي سمكة كبيرة ما شاء الله. تجيلها كيلو ونص كده أو كيلو وربع. بس والله عايزة اقول لكم يا بنات، انا عن نفسي جربت الطريقة دي وهعملها على طول بإذن الله، سواء السمك كان صغير او كبيرة او سمكة حجمها كبير زي ما انت شايفة كده، هعملها بالطريقة دي لان والله بجد طريقة كانت زي العسل. والخضار اللي كان تحت السمكة، عايزة اقول لكم انا بصراحة كنت خايفة لا يكون يعني مش هيبقى طعمه حلو ولا كده، لكن والله طلع طعمه روعة وخفيف وتاكلي فيه كده ما تبقيش شبعانة بصراحة. أكلة اللهم بارك، الحمد لله رب العالمين، بمقادير وبحاجات قليلة بس في نفس الوقت وغير مكلفة خالص، وفي نفس الوقت حلوة وزي العسل. بصوا معايا هنا السمكة هتبلها منضفاها، وبصوا وعاملة فتحات كده فيها علشان خاطر ايه، حجمها كبير، فعملت الفتحات دي علشان التتبيلة تدخل بقى في الأنسجة بتاعت السمكة وتبقى حلوة. وخلاص تبلتها بايه، بتوم، كان عندي توم مفروم. عملت ايه، جبت شفشة في الخلاط، حطيت شوية خضرة وقرنين فلفل احمر على اخضر وخلطتهم في الخلاط في شفشة في الخلاط وفضيتهم على التوم، وحطيت كزبرة وكمون وفلفل اسود وبهارات السمك لو عندك، وتمام زي الفل. انا ما عنديش بهارات سمك، اكتفيت بالكزبرة والفلفل الاسود والكمون والملح وفضل وعدل زي الفل، مش هتقول لا. وتبلت السمكة وركنتها على جنب. يا سلام بقى لو متبلة السمكة من الصبح، يعني انا كانت عندي للأسف متلجة وايه، وما كنتش يعني متبلاها، قلت اما اتبلها معاكم وكده، فايه شلتها زي ما هي كده في التفريز من غير تتبيل، نضفتها وحطيتها زي ما هي واستبلتها ركنتها على جنب. مش هينفع اسيبها لان كان خلاص، اليوم ده كنت صايمة يعني، وكان خلاص المغرب قرب، فقلت ايه خلاص مش هتسيبها، بس إيه في المرات اللي هي بعد كده هتسيبها بقى اتبلها قبلها بفترة وايه، او هتبلها واشيلها في الفريزر متبلة وايه، وتطلع على السوا على طول. بس جربوا الطريقة دي بجد بجد روعة وهتعجبكم جدا جدا يا بنات. بص هنا سبت شوية من التوم والتتبيلة بتاعت السمك، وحطيت ايه هنا عندي الخضار بقى، بطاطس على جزر على بصل على فلفل، لو عايزة تضيفي يعني اي خضار تاني تمام، حط اللي يعجبك. عملت ده كله قطعته زي ما انتوا شايفين، البصل قطعته جوانح والبطاطس زي ما انتوا شايفين، حابين تقطعوها مكعبات تمام زي ما تحبوا. وجبت شوية من التتبيلة اللي هو ايه التوم، والتتبيلة اللي تبلت بيها البصل السمك اللي هو التوم، واللهم صل على النبي، وشوية خل. ايوه صح، نسيت اقول لكم ان لما حطيت الخضرة في الشفشة في الخلاط، حطيت لها خل عشان خاطر ايه، الشفشف يلف او الخلاط يلف ويضرب الحاجة تمام. يعني حطيت شوية خل والثوم والليمون وايه والخضرة، اللهم بارك، حاجة روعة روعة ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعتمدوها من غير لا زيت ولا الكلام ده كله. طب انتي ما حطيتيش زيت؟ انا ما اكدبش عليكم، حطيت معلقة زيت كده رشيتها في الاخر، ما جاتش معاكم للاسف، مش عارفة كانت تصوير فاصل ولا ايه. رشيت معلقة زيت، معلقة واحدة، بصوا حاجة خفيفة زي العسل. تبص في السمكة كده في الأنسجة في اللحمة بتاعة السمكة، تبص تلاقي اللحمة كده خفيفة، مش شاربة زيت ولا حاجة تقيلة كده زي العسل. هتشوفوا معايا دلوقتي وطعمها روعة. وظبطتها بقى بشوية ليمون، زي ما احنا عارفين السمك بيحب الليمون جدا. وعايزة اقول لكم شوية الخضار اللي كانوا تحت السمكة دولت عسل عسل عسل. بس في غلطة انا غلطتها، ان كان عندي ورقة الفويل او الالومنيوم مغطتش الصينية كلها، فتبص تلاقي في الجوانب احمرت معايا، الخضار احمر معايا، لكن لو مغطية الصينية كلها ما كانش هيحصل ده كله. بس برضو ما اثرش عليها، بل العكس، يعني خلى طعمها عسل. والحاجة يعني البطاطس تحس ان هي ايه، اخدت قرمشة، اللي هي بطاطس التحمير ديت حلوة جدا. انا بحب بطاطس التحمير سواء هحمرها او هطبخها.
وبصوا ما شاء الله اللحمة بتاعت السمك حلوة ازاي وخفيفة، مش شاربة زيت والكلام ده كله، موفرة جدا جدا في الزيت وفي القلي وفي الوقت والكلام ده كله. يعني تبلنا السمكة وحطينا تحتها شوية خضار وتمام زي الفل، ودخلناها في الفرن. خدت لها يعني بالكتير خالص، السمك ما بياخدش سوا خالص على فكرة، ربع ساعة وبقت زي العسل اللهم بارك. وشوية رز بقى على شوية طحينة. لو حابة تضيفي بقى حاجة تانية كنت هعمل سلطة، بس بعد كده قلت لا مش هعمل سلطة علشان الخضار اللي من تحت السمكة يتاكل وكده. بصوا اللهم بارك، بصوا حاجة روعة. والخضار عايزة اقول لكم كان زي العسل بصراحة. انا جبت رغيف عيش كده وقعدت اغمس، حاجة روعة اللهم بارك. جربوها وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. والخضار مستوي، ما تخافيش ان يعني يكون مش مستوي ولا حاجة، لا كله مستوي الحمد لله. والاكل كان طعمه زي العسل اللهم بارك.